ايه اللي بيحصل في النادي الاهلي ده؟ ايه اسباب الانحدار المرعب في المستوى الفترة اللي فاتت دي؟ وليه فجأة ومن غير اي مقدمات الدنيا اتقلبت والموجة عليت والكل بقى بيخبط في الحلل؟ فرقة كانت بتاكل الاخضر واليابس حرفيا فجأة تحس ان اللعيبة رجلها متكتفة في الملعب، الباص بيطلع غلط والروح اللي كنا بنراهن عليها تحس انها اتسحبت من على النجيلة. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. لو بتحب الغموض والقصص التاريخية والنظريات الغريبة والمرعبة وكشف الخفايا، يبقى المكان ده معمول ليك. ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك في القناة لو انت بتحب المحتوى ده عشان تبقى جزء معانا من الرحلة، وخلينا نوصل سوا لهدفنا البسيط 1000 مشترك. وشكر خاص جدا لكل الناس اللي دعمتنا لحد دلوقتي، انتم السبب الحقيقي في استمرارنا. استعد لان الحقيقة احيانا بتكون اغرب من الخيال. ركز معايا بقى وصحصح لي كده وكوباية الشاي بتاعتك في ايدك عشان الكلام اللي جاي ده طالع من جوه القلب، كلام من المدرج للشارع، وممكن جدا يزعل ناس كتير مننا، بس أمانة الكلمة بتحتم علينا إن الكلمة دي لازم تتقال، ولازم المشرط يتحط على الجرح عشان ننضفه ونفوق كده من اللي احنا فيه. من وجهة نظري المتواضعة، السبب في الأزمة الحالية هو أولا الإدارة، ثم اللاعبين، وأخيرا بعض من الجمهور. أيوة صح، أنت سمعت صح، أنا شايف إن في فئة من الجمهور بتهد في الكيان للأسف، وبتلغي كل رموزه. خليني أوضح لك إزاي، وركز في كل كلمة عشان ما تتسرعش وتحكم غلط. احنا مش هنطلع نطبطب ونقول معلش واصل الاجهاد واصل التحكيم، لا احنا هنواجه المشكله الحقيقيه اللي بتنخر في عظم المنظومه، المشكله اللي جزء كبير منها جاي من بره الملعب مش من جوه الملعب. ايوه انا بشاور عليك وعليا وعلى السوشيال ميديا وعلى ثقافه تشجيع كامله اتغيرت واتشوهت في السنين الاخيره. يلا نفتح الموضوع ونفتح الدفاتر ونشوف انا قصدي على ايه. اول حاجه لازم نفهمها، النادي الاهلي ده مش مجرد فريق كوره، ده غول حوت، ديناصور بياكل بطولات. الاهلي فريق متاسس على انه يكتسح، وده خلاه على مدار تاريخه عامل زي المغناطيس الضخم الجبار. بس للاسف الشديد، المغناطيس ده زي ما بيشد الذهب، زي اللي هي البطولات يعني، بيشد معاه شوائب ونوعيه من المشجعين. الشوائب دي عباره عن نوعيه من المشجعين اللي احنا في لغه الكوره بنسميهم مشجعين اللقطه او مشجعين البطولات. مين دول؟ انا هقول لك مين دول. مشجع اللقطة ده هو الكائن اللي مش بنشوفه غير في نهائي أفريقيا، أو في ماتش ديربي مع الزمالك، أو هو رايح يتصور في الاستاد في ماتشات كأس العالم للأندية عشان ينزل ستوري ويلم لايكات. النوع ده بيزود القاعدة الجماهيرية كعدد. أيوة طبعا، بيعمل زحمة وبيخلي شكل المدرج جميل ومليان، بس مشكلته الكبرى والمصيبة السوداء إن خلفيته وفهمه للكورة والتكتيك اللعب بيبقوا تحت الصفر، على قده يعني زي ما بنقول. هو دخل السينما ويتفرج على فيلم أكشن، البطل فيه بيضرب كل الناس وفي الاخر بيكسب. مش فاهم بقى الكرة دي مش زي الافلام، الكرة دي فيها تفاصيل وعرق وتعب وتكتيك وتعبيرات وش لعيبة بتعاني من ضغط ماتشات متلاحق وحاجات كتير قوي. المصيبة بقى ان النوعية دي من المشجعين، واللي هم مشجعين اللقطة يعني، تعرضك انت كمشجع اهلاوي ومخضرم ومحترم ومتابع وفهيم، تعرضك للاحراج. ليه بقى؟ لانه ببساطة بيتحسب عليك يبقى لابس نفس التيشيرت بتاعك وبيتكلم باسم فرقتك. عشان كده احنا بقينا بنسمع كتير قوي الاسطوره المشروخه بتاعه الزملكاويه اللي بيتريقوا ويقولوا جمهور الاهلي ما بيفهمش كوره، جمهور الاهلي بتاع بطولاته بس. الكلمه دي بتوجع الجمهور الحقيقي، بس للاسف هي جايه من واقع بنشوفه. تيجي تسال المشجع اللي من نوعيه اللقطه ده، تقول له قول لي كده 3 اسامي لعيبه خط وسط، قول لي الباك الشمال بديل مين، طب الخطه اللي بدانا بيها الماتش كانت ايه؟ تلاقيه بيبص لك بتناحة وممكن ما يعرفش حد اصلا غير النجم الشباك اللي بيجيب الجول من الاخر يعني. دي للاسف ضريبة قاسية جدا انك بتشجع فريق بطل، فريق بيكسب بطولات كتير زي فريق الاهلي في افريقيا او زي ريال مدريد في اوروبا. انت بتجذب نوع كتير من الجمهور كل هدفهم بس اللقطة، وإن هي تعيش على أجواء الفرحة وتشجع الكسبان وبس، تركب الموجة وتعيش اللحظة بدون أي نقطة تفكير في التكتيك أو في أسلوب اللعب أو في متعة اللعب أو في ظروف الفرقة أو في النادي ده بيقدم لك إيه غير البطولات. عشان كده في وسط العبث ده كله بنلاقي المشجع الكروي المخضرم المحترم الأصيل، أيوة أنت اللي أنا بتكلم عليه، بيشجع فريق حتى لو الفريق ده بيخسر كل يوم. ليه؟ لأنه بيحب الكيان بتاع الفريق ده، عشان حاجات تانية أعمق وأهم بكتير من مجرد حتة حديدة بنسميها بطولة. بتلاقي جمهور عظيم للزمالك او جمهور مجنون بمانشستر يونايتد او ارسنال، الفرقه واقعه وبتخسر وبتعاني سنين وسنين، وهم زي ما هم بيعشقوها وبيسافروا وراها وبيدعموها في اسوأ حالاتها. ده اللي بنسميه الجمهور الحقيقي. كرة عندهم انتماء وعقيده، مش مجرد انتاج لبطوله كل كام شهر. طبعا عشان كلامي ما يتفهمش غلط، انا هنا مش بقلل ابدا من جمهور الاهلي العظيم، جمهور الاهلي الاساسي التالتة شمال اللي بتهز جبال، الاغلبيه الكاسحه طبعا اكيد جمهور وفي ومخلص وبيفهم كوره، بيسند فرقته في الضياع قبل المكسب. لكن الفئه اللي اتكلمت عليها دي
هما فئة مشجعين اللقطة، ودي اللي بتعمل الكارثة السوداء لما الفريق بيقع أو مستواه بينزل. للأسف يا صديقي الفئة دي تفضل موجودة دايما، لأن أنت فريق كبير وفريق بطل وفريق بتجيب بطولات، ودي المواصفات اللي مشجعين اللقطة بينجذبوا ليها. الفئة دي بقى سلبيتها إيه؟ سلبيتها في الانتقاد مدمرة، عاملة زي السرطان بياكل في الجسم النادي. شعارهم في التشجيع مريض جدا: انا بحبك عشان انت بتجيب لي بطولة، ما جبتش هكرهك وهشتمك وهقل ادبي عليك. وده يا جماعة في عرف الكورة مش مسموح، دي رياضة مش حرب. الكارثة الأكبر بقى من الشتيمة هي مرض الاستحقاقية المزيفة. إيه هي الاستحقاقية دي؟ الإحساس اللي راكب دماغ بعض الجماهير إنك لازم وحتميا وإجباريا تفوز بكل بطولة بتدخلها، ولازم تكسب كل ماتش. في قانون الكورة وفي قانون الحياة أي فريق في كوكب الأرض معرض إنه يكسب ويخسر. ريال مدريد بيشيل بالخمسة، بايرن ميونخ بيقع، مانشستر سيتي بيعاني، وده الطبيعي. ومش بس الطبيعي، ده الصحي كمان لأي منظومة عشان تتطور وتعرف أخطاء. الفوز المستمر ساعات كتير بيكون مجرد مسكن قوي بيخفي تحتيه جروح ومشاكل تكتيكية وإدارية كتير بتفضل تتراكم وتتراكم وتيجي في لحظة وتنفجر في وشنا كلنا، زي ما حاصل دلوقتي في النادي. يا جماعة الخير، إدارة الأهلي واللعيبة دي والمدربين دول حققوا إنجازات مرعبة في السنين اللي فاتت، أرقام قياسية محليا وقاريا بتخلي أي حد يقف يضرب تعظيم سلام. ما ينفعش، وبقولها بأعلى صوت، ما ينفعش مع أول غلطة أو الدروب في المستوى ننسى كل حاجة ونمسح تاريخهم بأستيكة. أنا هنا مش بقول ما نحاسبش، لا يا سيدي، هنحاسب وهننتقد. هو ده الجمهور، هي دي التشجيع. ارفع صوتك وقول المدرب ده بيخرف تكتيكيا، اللاعب ده مستواه متراجع لازم يقعد دكة، الإدارة أثرت في ملف الصفقات، انتقد براحتك. ده حقك وواجبك كمشجع، بس بلاش نكون ناكرين للجميل. بلاش المشانق اللي بتتنصب بعد كل تعادل. بقيت احس ان النسبة الاكبر من جمهور على السوشيال ميديا بقت كده، قاعدين مستنيين الغلطة، ومع اول غلطة لمدربك جاب لك كل البطولات اطرده، ده فاشل. اول غلطة اللاعب شايلك سنين طويلة اهينه واشتمه واقول له بره النادي. اول غلطة لرئيس نادي محترم وجاب لنا بطولات كتيرة وحقق معانا نجاحات على المستوى الافريقي والعالمي حتى اشتمه وسقط فيه فجأة وبدون أي مقدمات. المقولة العظيمة اللي تربينا عليها: على الحلوة والمرة معاك يا أهلي، بقت مجرد أغنية بنغنيها في المدرج عشان صوتنا حلو، مش فعل حقيقي أو عقيدة بنطبقها في عز الأزمات. المشكلة التانية اللي حاصل دلوقتي بالنسبة للعيبة الأهلي، واضح إن في إحساس عند اللعيبة حقيقية المكسب. سواء احنا بنلعب فريق قيمته التسويقية، سواء احنا بنلعب فريق كبير او صغير، احنا عشان الاهلي وعشان معانا جمهور الاهلي هنكسب. لا، الماتشات اللي قدام فرق اقل قيمه التسويقيه والامكانيات دي عشان تكسب لازم تكسب بمجهودك وبتعبك وبروحك وباللعب الجماعي، مش بالاسم والتاريخ لوحدهم. اللعب، المجهود والروح واللعب الجماعي هو اللي هيصنع الاسم والتاريخ مش العكس. ممكن اكون غلطان، بس الاحساس ده مش عندي لوحدي، ده كلام ناس كتير جدا من الجمهور، وانا شايف ده بنفسي. وعلى سيره الجمهور لازم نبقى واضحين، جمهور الاهلي دايما في الظهر، في الحلوه قبل المره. وانا قصدي بكلمه جمهور الاهلي هي جمهور الاهلي الحقيقي، مش جمهور اللقطة زي ما اتكلمنا عنهم. أنا دلوقتي بتكلم على الجمهور الحقيقي، دايما في ظهر الفريق على الحلوة قبل المرة. بس برضه لازم النقد يبقى بعقل، مش نقعد نكسر في اللعيبة. وفي نفس الوقت اللعيبة لازم تفهم كويس، أنت بقيت نجم وبقى ليك اسم كبير بمجهودك وتعبك. يوم ما هتقل في التمرين أو تركيزك يقل أو مجهودك يقل، هترجع زي أي لعيب عادي، مش هتبقى نجم. خلينا كمان نعذر الناس شوية. في ناس بتقضي أسبوع كامل في الشغل، وأنا قصدي على الناس دي بالجمهور. في ناس بتقضي أسبوع كامل في الشغل، تعب وضغط، مستنية الماتش كفسحة وفرحة تهون عليها الدنيا، حاجة ببلاش بتاعت الغلابة اللي هتهون عليها تعب وضغط الأسبوع. فلما الأداء يجي مخيب طبيعي الأعصاب تتشد وطبيعي يحصل انفعال. بس برضو خلينا متفقين، العصبية والشتيمة مش حل، ولا هتقدم ولا هتأخر، بالعكس ممكن تزود الضغط على الكل. الخلاصة، الأهلي عمره ما كان اسم بس، الأهلي روح، التزام وقتال لآخر دقيقة. لو الروح دي رجعت مفيش ماتشات تقف قدامنا. في النهاية اللي أنا قلته ده كله دي وجهة نظري الشخصية، رؤيتي لواقع كروي عايشينه كل يوم، وطرحتها هنا قدامكم بكل احترام وشفافية ومن غير ما أقصد أهاجم شخص بعينه. أرجوكم يا جماعة، بلاش تشيلوا ذنوب، بلاش تغلطوا في حد، بلاش تجرحوا في أهل لعيبة أو تشتموا عائلات عشان مجرد لعيب، عشان مجرد لعبة. في الأول وفي الآخر كورة مجرد حاجة ترفيهية عشان نتفرج عليها ونستمتع بيها، عشان نفصل من ضغوطات الحياة، عشان نقعد على القهوة نهزر مع أصحابنا ونحفل على بعض بأدب، مش عشان نضغط بعض ونجيب لبعض. اللاعب اللي بتشتمه ده افتكر إن هو عنده أهل، وأهله لما يشوفوا اللي أنت بتكتبه أو الانتقاد اللي بيتعرض ليه اللعيب على السوشيال ميديا أو في الواقع أكيد هيتأثروا نفسيا. فاللي أنت ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش على حد.
لو أنت شايف إن كلامي فيه جزء من الصح أو حتى عندك سؤال أو أي رأي مختلف تمامًا، أنا باحترم ده طبعًا، أو لو أنت شايف إن أنا غلطان باحترم برضه كلامك ورأيك جدًا. انزل في التعليقات واكتب لي رأيك بكل صراحة، وهارُد عليك ونفتح نقاش محترم إن شاء الله. وما تنساش تحط لايك التمام وتشترك في القناة لو عجبك المحتوى، ونشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.